منذ بداية محاكمة أفراد العصابة التي أسقطها حراك 22 فبراير، ونحن نسمع بدخول عدة وجوه من العصابة للسجن. وورد مؤخرا تحويل أحد أفراد العصابة من سجن الحراش إلى سجن لومبيز، والكثير وخاصة جيل اليوم لا يعرف مكانة وتاريخ هذا السجن. واليوم سوف تحدثكم قناتكم وثائقيات الجزائر المحروسة عن سجن تازولت التاريخي المعروف والملقب بسجن لومبيز، والذي يعتبر من أشهر وأخطر السجون الجزائرية أثناء الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال، وذلك لمكانته التاريخية وهندسته العمرانية الرهيبة وأهمية ومكانة الشخصيات التي عذبت وحبست داخله أثناء الثورة التحريرية وخلال العشرية السوداء. أنشئ سجن لومبيز الرهيب سنة 1852 من قبل الاحتلال الفرنسي، أي 8 سنوات بعد تأسيس مدينة باتنا سنة 1844. وفي ذات الموقع الذي كان من المفترض أن يؤسس فيه الفرنسيون باتنا الجديدة باسم نيو لومبيز، قبل أن يهبوا سكان المدينة سجنا بدل حاضرة، وهو يستخدم لحبس المعتقلين لمن أدينوا من القانون العام. نفي فيه عدد من أشهر الزعماء الوطنيين الجزائريين، ومن بينهم الزعيم مصالح الحاج وزعيم جمعية العلماء الشيخ العربي تبسي. كما سجن فيه الزعيم والرئيس التونسي السابق لحبيب بورقيبة وعدد من الوطنيين التونسيين على غرار المختار عطية والباهي الأدغم. بعد الاستقلال حافظت الجزائر على هذا السجن، والذي ما زال يستعمل حتى الآن، كما حافظ لومبيز على سطوته كمكان للرهبة والقمع، حيث يلقبه كثيرون بألكاتراز الجزائر، وأأمن مكان في الجمهورية بعد مكتب وزير الداخلية. وفي عهد الحزب الواحد استقبلت زنازينه زعماء سياسيين محليين على غرار الراحل محفوظ نحناح وزعيم الأرسيدي سعيد سعدي وعلي بالحاج. وتحول عقب أحداث 1992 وتوقيف المسار الانتخابي إلى مكان يعج بالمسلحين والإرهابيين. وشهد سنة 1994 أكبر عمليات الفرار الجماعي في تاريخ السجون بالجزائر، التي نظمت يوم 10 مارس 1994 بسجن لومبيز الشهير بولاية باتنا شرق الجزائر، بمشاركة ومساعدة حارسين تم القضاء عليهما بعد سنوات من هذه الحادثة. وكانت تلك العملية قاسية ومؤثرة على الوضع الأمني، وقد تمت عملية الفرار يومين قبل عيد الفطر، ومن تداعياتها توتر الجبهة الأمنية وإقالة والي باتنا وتصاعد العمليات الإرهابية في شرق البلاد. ولجأت قوات الجيش إلى مطاردة المتشددين والمجرمين الفارين إلى الجبال. أساءت تلك الحادثة كثيرا على سمعة وهيبة ألكاتراز الجزائر. رغم ذلك ما زال يعتبره الكثيرون ويصفون سجن لومبيز بالأخطر والأكثر صرامة لاحتوائه على طابق أرضي لأخطر الإرهابيين في الجزائر. ومن أمام بابه أطلق بوتفليقة سنة 2002 كلمة المصالحة الوطنية لأول مرة، ومن المقولات الجزائرية المشهورة مقولة وجوه لومبيز، والتي يطلقها بعض الجزائريين على رجال الفساد والمنحرفين والمجرمين ومتعاطي المخدرات، في إشارة إليهم أن مكانهم هو سجن لومبيز وليست الحرية وسط المجتمع، لأن لومبيز هو أفضل مكان لمثل هؤلاء المنحرفين والمجرمين ورجال الفساد. وفي الختام لن نطلب منكم الاشتراك في القناة، بل نطلب منكم الصلاة على الحبيب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم.